أكيد لاحظت قبل كده إنه في فيديوهات على يوتيوب التعليقات عليها مقفولة سواء عندك أو عند غيرك. طيب هو ليه ده بيحصل؟ وهل اليوتيوب هو اللي بيوقفها عشوائي ولا في حاجة في قناتي أنا مش عارف عنها أي حاجة وهي اللي مسببالي مشكلة وقف التعليقات؟ طبعا في الفيديو بتاع النهاردة أنا جاي أديكوا الإضاءة واللي هي ليه يوتيوب بيقفل التعليقات من على قناتي وفيديوهاتي، وطبعا هتضم معانا سببين وكل سبب عليه 3 نقاط وفي فاصلتين معانا بالآخر هنعرف إيه هما. خليكم معانا علشان نعرف الأسباب اللي يوتيوب بيقفل بيها التعليقات وليه بيقفلها. وأول نقطة معانا والمحتوى المخصص للأطفال. طبعا هتقولي أنا الفيديو بتاعي مش موجه للأطفال، مخصص للأطفال أو أنا مش موجهه إنه مخصص للأطفال. هقول لك حاول انتبه على النقطة ديت إنه الفيديو بتاعك يكون مصنف لغير الأطفال ومش للأطفال. ادينا عرفنا هو الفيديو بتاعي ممكن يقف عليه التعليقات من ايه. طب هو هتقولي طب هو ليه يقف عليه التعليقات وهو عند الاطفال؟ هقول لك بسبب حماية الطفل وحاجات من دول يوتيوب حطاها وسياسات انه الموضوع لو انه الفيديو بتاعك لو مصنف للاطفال انه الفيديو بتاعك التعليقات من عليه تقف خالص. اما لو مصنف لنا احنا او غير الاطفال فاليوتيوب يسمح لك بالتعليقات. خلينا نبدأ بتاني نقطة معانا واللي هي هتتصدموا منها حرفيا وممكن تكون السبب في إيقاف التعليقات بتاعتكم للناس اللي بتصنع دايما محتوى وبتاخد لقطات أفلام وحاجات من دول. المحتوى يلي ظاهر فيه أطفال، انت بتعرف ان المحتوى يلي اغلبه ظاهر بيه اطفال ممكن التعليقات تقف من عليه او قصر اطفال او ناس قاصرة. بتعرف انه ممكن المحتوى ده الفيديو بتاعك يتعلق تعليقاته. بتعرف لان المحتوى ده يبقى موجه للاطفال والاطفال هم اللي هيشوفوه. لو اغلب الفيديوهات مش يكون مثلا انا بصور وطالع ورايا طفل ولا من هنا طفل ولا اي حاجه، لا ده عادي. احنا بنتكلم في المحتوى اللي بتكون ماسك تليفونك وعمال تصور بيه مثلا اطفال، مجموعه اطفال كبيره خالص وعمال المجموعه دي تتكلم وحاجات من دول. بتعرف انه بيتم ايقاف التعليقات من عليها. فحاول لو انت بتعمل المحتوى ويكون كله اطفال حاول ابعد الاطفال عن المحتوى عشان التعليقات عندك تشتغل. وركز معايا يلي كنت انت سألني بالتعليقات ادينا انا اعمال اجاوبك على اسئلتك. تالت نقطة معانا والتعليقات اللي فيها كلام مخالف لسياسات يوتيوب، كلام إن كان تنمر إن كان كلام بذيء إن كان حاجات من دول. طبعا إن كان المحتوى بتاعك فيه كلام من ده فأكيد يوتيوب بيقوم جاي موقف لك التعليقات علشان ناس ما تشتمكش أو حاجة من دي. فعايزين نقول انه المحتوى اللي بتاع الاطفال واللي ظهر بيه اطفال والكلام البذيء في اول نقطة معانا واللي كانت الاسباب اللي بتخلي يوتيوب انت ركز معايا يوتيوب شخصيا يقفل لك فيهم التعليقات على الفيديو بتاعك. اليوتيوب شخصيا اللي يقفل لك فيهم التعليقات على الفيديو بتاعك. اليوتيوب شخصيا هو اللي يقفل لك الفيديوهات على التعليق بتاعك. اما مثلا خلينا نقول الاسباب اللي صاحب القناه نفسه بيتحكم فيها وهي اعدادات القناه. بامكانك تدخل على اعدادات القناه، ممكن تكون انت قافل حط الفيديو بتاعك ومثلا من تحت خالص بس تطلع هتلاقي فيه كلمه التعليقات انت اكيد حاططها ممنوع تعليقات او مغلق او حاجه من دي. لصاحب القناه ممكن انت اللي تكون بايدك الامر وانت اللي قافلها. ممكن انت اللي تكون قافل مثل التعليقات او مثلا في فلترة التعليقات ممكن انت برضو تكون قافلها او حاجة من ديت. فحاول ادخل على اعدادات قناتك، من الاعدادات اختار مثلا التعليقات على الفيديوهات وكده وهتشوف وشوف ان كنت انت فعلا قافلها ولا فاتحها. وشوف ان كنت قافلها فانت لو عايز تخلي التعليقات متفاعلة على الفيديوهات فافتحها، مش عايز مفيش اي مشكلة وتخليها مقفولة. واللي هي ازاي تفعل التعليقات لو كانت مقفولة من على فيديوهاتك. طبعا تدخل على استوديو يوتيوب، من استوديو يوتيوب تروح على كلمة اختيار الفيديوهات التعليقات زي ما انا قلت لكم مكتوب محتوى مخصص للاطفال. طبعا لو الفيديو بتاعك عليه مخصص للاطفال وانت عايز تلغي مخصص الاطفال تدخل على الفيديو بتاعك هتلاقي مكتوب مخصص للاطفال، تكبس عليها تعمل غير مخصص للأطفال وبعد كده تنزل على التعليقات تقوم جاي مفعلها وتقوم جاي نشر الفيديو بتاعك. ركز معايا اللي سألتني في التعليق اللي قبله قلت لك النهارده ان شاء الله هنزله لك وادينا ان شاء الله نزلته لك الفيديو اللي انت كنت بتسألني عنه.
ما تنسوناش بدعمكم. وفي النهاية طبعا وفي الختام حابين نقول لو حصلت معاك المشكلة ديت يبقى من مثلا خلينا نقول منك انت شخصيا، او مثلا من خلينا نقول منك انت شخصيا او من يوتيوب نفسه. فانا عارف انك انت هتبقى طالع مظلوم بالاخير ويوتيوب هو الحق عليه، بس بالعكس اليوتيوب على حق، وانت اللي صانع محتوى انت اللي هتبقى فيك المشكله كلها. فحاول حسن منها. ويعني مش عارف اقول لك ايه اكتر من كده. المشاكل اللي عندك اديني قلتها لك، حاول حسن من التعليقات بتاعتك، حاول حسن من المحتوى بتاعك، ما يظهرش فيه اطفال كلهم كتير خالص، اطفال هم اللي يخربوا عليك المحتوى بتاعك كامل. لا، حاول خلي فيه شباب، خلي فيه كلام، مش تمسك التليفون بتاعك وتبدا تصور لي فيه اطفال ويوتيوب يقوم جاي مديك ايه محتوى، التعليقات بتاعتك يقوم جاي موقفها. فحاول على قد ما تقدر حسن من الحاجات اللي انا قلت لك عليها، وان شاء الله هتنجحوا واليوتيوب على حق وانت برضو على حق. مش عايز اقول لك اكتر من كده. شكرا ليكم، باي باي.